علي اخصائي نفسي شاطر جدا، كل الناس بتشهد له بكده سواء اصحابه في المجال او بره المجال، بس ما كانش حد يعرفه غير الناس اللي اشتغلت معاه او الناس اللي جوله عن طريق ناس اشتغلوا معاه. كان شايف ان دي مشكله كبيره انه ما بيقدرش انه يكون عملاء جداد من ناس ما تعرفوش. بيفتح كل يوم السوشيال ميديا يلاقي ناس كتيره قوي اخصائيين نفسيين تانيين مشهورين، ممكن يكون حجم خبرتهم اقل منه لكن ما كانش عارف ليه السبب. حاول مره واثنين وثلاثه لكن ما لقاش فكره ان هو يقدر يعمل الكلام ده. بيلاقي اخصائيين تانيين مشهورين عندهم متابعين كتير وناس كتير قوي بتسمع لفيديوهات. اول حاجه ان الناس بتثق في الشخص اللي بيقدم معلومات مفيده وفي نفس الوقت متواجد قدامهم باستمرار. تاني حاجه ان بدل ما انت بتعتمد على ان العملاء اللي بيجولك بناء على ترشيحات من ناس تانية، لا انت قدرت توصل لعملاء محتاجين خدمتك عن طريق السوشيال ميديا ما كانوش متوقعين ان انت موجود اصلا. تالت حاجه لو المحتوى بتاعك محتوى مناسب فعلا للفئه اللي انت بتستهدفها، فبالتالي مش هتبذل مجهود كبير في انك تتعب مع عملاء هم مش مناسبين ليك وهيجيلك العملاء الصح بس. رابع حاجه الناس هتبدا تربط ما بينك وما بين الحاجه اللي انت بتقدمها في الخدمه دي كبراند شخصي، وبالتالي هيبقى اسمك مربوط بالموضوع. تبدا منين؟ هي دي اهم حاجه في القصه. اول حاجه تبدا تختار المنصه المناسبه، وتختار المنصه المناسبه ليك بناء على اللي انت عايز تقدمه وبناء على الفئه اللي انت عايز تشتغل معاها وبناء على المحتوى اللي انت هتقدر تلتزم بيه، سواء بقى كانت المنصه ديت تيك توك، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب او لينكد ان. بس اهم حاجه ان انت تبقى عارف انت بتقدم المحتوى ده لمين، وتحاول على قد ما تقدر شكل البروفايل بتاعك شبه المحتوى اللي انت بتقدمه. تحاول على قد ما تقدر الالوان بتاعتك تكون متناسقه مع بعضيها، بحيث ان الناس مجرد ما تشوف الفيديو بتاعك بالالوان دي تبقى عارفه ان ده الفيديو بتاع فلان اللي بيتكلم عن كذا. حاول تخلي البايو اللي بتحطه في اي بروفايل خاص بيك يعكس خبرتك ويعكس المجال اللي انت شغال فيه، وتبدا تشارك سواء كانت بوستات او صور او فيديوهات او ريلز او قصص لنجاحات عملاء معاك. لازم نراعي في الموضوع ده حته الخصوصيه طبعا. بعد اللي انت عرفته ده، شايف ان ليك تواجد رقمي قوي على السوشيال ميديا ولا محتاج ان انت تصلح شويه حاجات؟